فيلمنا النهاردة بيبدأ في جزيرة بعيدة اسمها بيرك، وبنعرف إن الجزيرة دي عندها مشاكل كتير مع التنانين اللي بيكون موجود منهم أنواع كتير جدا، واللي بتظهر وهي بتهاجم الناس باستمرار علشان تسرق منهم الأكل. وبنشوف هيكوب بطل فيلمنا اللي بيبقى ولد صغير وضعيف وهو بيجري وسط أهل الجزيرة اللي بنعرف إن اسمهم الفايكنج. ولما هيكوب بيبقى بيجري بيقابل ستوك، واللي بيبقى أقوى شخص في الفايكنج وأكتر واحد قتل تنانين، وكمان بيبقى زعيم الجزيرة. وبنرجع لهيكوب اللي بيروح يساعد جوبر في صنع السيوف اللي بيستخدموها في قتل التنانين. وبيبقى هيكوب بيتمنى إنه يشارك في المعركة مع باقي زمايله اللي بتبقى منهم ستاد أجمل بنت في الجزيرة، واللي بيكون هيكوب معجب بيها. ولما هيكوب بيحاول يشارك في المعركة جوبر بيمنعه وبيقول إنه ضعيف جدا ومش هيقدر يشيل حتى مطرقة، وهيبقى فريسة سهلة للتنانين. وفجأة بيهاجم الجزيرة تنين النايت فيورس، وبنعرف إن التنين ده أخطر أنواع التنانين لأنه سريع جدا وقوي وعمر ما حد شافه، ودايما بيصيب الهدف بتاعه. وبنرجع تاني لهيكوب اللي بيبقى نفسه يقتل التنين النايت فيورس علشان يثبت لأهل الجزيرة إن هو قوي زيهم ومش ضعيف زي ما هم بيقولوا عليه. وبمجرد ما جوبر بيسيب هيكوب وبيروح علشان يحارب التنانين، بياخد هيكوب بجهاز من اللي صنعوه علشان يقتل بيه التنانين. وبيروح هيكوب لمكان هادي في الجزيرة وبيشغل الجهاز بتاعه وبيستنى لما تنين النايت فيورس بيصيب هدفه. وبمجرد ما التنين بيظهر هيكوب بيضرب عليه شبكة بتكتفه بتوقعه على الجزيرة، لكن بيجي تنين تاني وبيهاجم هيكوب اللي بيجري بسرعة وبيحاول انه يهرب منه، لكن التنين بيحاصره. وقبل ما يقتله بيتدخل ستويك وبينقذه وبيهاجم التنين وبكل سهولة بيقدر يهزمه. ولما كل التنانين بتمشي من الجزيرة بيعتذر هيكوب لستويك اللي بنعرف انه هو اصلا والده. ولما هيكوب بيقول لوالده انه هو قدر يصطاد تنين النايت فيورس ما بيصدقوش وبيلومه لانه عرض حياته للخطر.